صباح الخير. آه، يعني لفت نظري كده زي عنوان أو فصل صغنن كده في كتاب اسمه لأ بطعم الفلامنكو لدكتور محمد طه، اسمه تمن الوعي. هو الدكتور بيبدأ فيه بيقول إن العلاج النفسي ليه أنواع وليه ألوان كتير، من ضمنها إن احنا حاجة اسمها تفكيك البناء النفسي للإنسان وإعادة بنائه على أسس سليمة تخليهوش يبقى في مشاكل نفسية أو حاجة. ومن ضمن الطرق بقى في طريقة العلاج دي، ومن ضمن الوسائل حاجة اسمها بناء الوعي، إن احنا بنعرفه على الحاجات اللي هو مثلا كان في الأول آه، من ضمن احتياجاته وما تلبتش مثلا وراح هو دفنها وتعامل إنها مش لازم تبقى موجودة. فهو زي بيدي مثال كده. هخليني اقرا لك، انا بس حابب اعقب على الفصل ده بس بعد ما اقرا لك ال- الكلام اللي هو كاتبه. دكتور محمد، المريض يوعى انه محتاج يتشاف ويتقبل ويتحب بدون شروط، ويعرف انه بطل يطالب بالحاجات دي من زمان عشان كان خايف من عقاب اللي حواليه مثلا او زعلهم او هجرهم ليه. ده كلام دكتور محمد. ويوعى بقى ان صاحبنا انه محتاج يتقبل وانه عمره ما تقبل بجد من اهله. انا باخد لك مقتطفات كده. يوعى صاحبنا انه محتاج يتقبل وانه عمره ما تقبل بجد من اهله اللي كانوا اما رافضين او مشغولين او معقبين ليه، ويكتشف ان القبول حقه، وانه قرر ياخد الحق ده بطريقة مرضية. ايه هي بقى الطريقة المرضية؟ ان هو يشتغل شغلانة مثلا يهلك فيها نفسه ليل ونهار ويحرقها عشان نظرة رضا قد يراها من الآخرين على وجوه الآخرين. أما يتعالج بقى ويتحسن يحصل إيه؟ بيقول بقى دكتور محمد إن هو يقرر يسيب مهنته ويغير وظيفته ويختار مهنة تانية أنسب لرؤيته الجديدة ووظيفة مختلفة تتماشى مع الإنسان. هعقب بس على الجزئية دي، هنرجع نقرا تاني منه. دكتور محمد دكتور كبير من الدكاترة المصريين المحترمين، بس أنا ليا رأي صغنن كده بيقول إن الإنسان محتاج مجهود أو يشتغل على نفسه عشان يبقى مقبول. التقبل الغير مشروط بيكون من الأبوين فقط. يعني أنا اتجوزت وخلفت، فأنا الطفل الصغير ده مش محتاج يعمل أي حاجة غير إنه يتحب ويتراعى ويتربى. الكيرنج والليرنينج يعني إن احنا نعلمه وإن احنا نهتم بيه ونربيه. فأنت كشخص بالغ عاقل مؤهل للشغل لازم تفهم إن مفيش حاجة اسمها حب غير مشروط. دي أنا آسف، أنا على قد جدا من خلال قراءاتي ومن خلال تجاربي، ده مصطلح سام توكسيك. احنا اخترعناه اليومين دول عشان نصعب الدنيا على بعض، ان انا اتحب بطريقة غير مشروطة وانت تحبني بطريقة غير مشروطة. طب ليه؟ انا برضو بسأل نفسي السؤال ده، اشمعنى المنطقة دي بس ان احنا لازم فيها نتحب من غير شروط او من غير مجهود؟ امال الكلمة اللي دايما تتقال طب ده ما عملش مجهود علشاني، ما عملتش مجهود علشاني. في الشغل مطالب مننا طول الوقت ان احنا نشتغل على نفسنا ونطور ونحسن ادائنا، والشغل جزء مهم جدا في حياتنا، بس برضو العلاقات جزء مهم او اصيل. انا عشان لازم اشتغل على نفسي عشان اكون انسان كويس، عشان تبقى قعدتي حلوة، عشان تبقى ريحتي حلوة، شكلي حلو، آه... كلامي، الفاظي اما اجي اقولها ما ضايقكش، لان انا كبني ادم حدود حريتي فين؟ اذيتك. طول ما انا ما باذيكش فانا في المنطقه دي انا حر في تصرفاتي لحد ما اجي اذيك. فلا، انت مطلوب تشتغل على نفسك علشان
تبقى موجود في الكوميونتي او في بيئة معينة تقبلك. لو ما عملتش كده هتتلفظ، وساعتها لا تلومن الا نفسك. اكمل قراية برضو في جزئية تانية. دكتور محمد صاحبتنا اللي هي محتاجة تتحب بدون شروط برضو. عشان نوعي صاحبتنا انها محتاجة تتحب زي ما هي. تكتشف ان من حقها تتشاف، تتقبل دون قيد او شرط، تقرر تصدق انها تستاهل، متقبلش اي معاملة حد بيوصل لها ان هي ما تستاهلش. كل ده جميل صح. وانها ما تقبلش واول حد هيكون مين بقى اللي بنتكلم عليه؟ جوزها. ده كلامه اللي لا ولا شاف ولا سمع ولا وعى ولا اكتشف، ولسه عايش في عصور الجاهلية النفسية اللي اتربى فيها، لسه ساكن الجحور، وهي بتكبر نفسيا وهو متحجر، هي بتنضج روحيا وهو متقوقع، هو مغمض عينيه وهي مفتحة، صامم أذنيه عن أي تغيير، مش مستعد يرافقها ورحلتها نحو الحياة، لأنهم خلاص ما بقوش مناسبين لبعض. البني آدمة اللي اتجوزت غير البني آدمة اللي موجودة. أنا ما عنديش أي مشكلة قصاد الكلام ده، بس ما يكون في مكانه، في محله. الفكرة بقى ان ايه، اي بنت ممكن يكون مثلا يعني ايه لسه في مقتبل العمر، دخلت في علاقة هو مش متعلم قوي، هي لسه بتتعرف عليه، وما بينهم حاجة كويسة، في حاجة كويسة بتحصل، بس عشان لقت منه يعني ما لقيتش منه اهتمام معين، او لقت منه آه، غلظة معينة ممكن تهذب. ده رأيي. يعني انا شايف ان لو حد قرا الكلام ده، معلش يا دكتور محمد، مع الاستنفار ناحية الأنثى والأنثى مظلومة وحقوق المرأة، الكلام ده كله، الكلام ده وارد ان هو يعني مش معمم، ما ينفعش يعمم. التعميم غلط. يعني احنا برضو هو هنا برضو، يعني هو راجل مشكورا كاتب ان يعني اللي هيكمل معاه الكلام هيقول ان هو يعني ده الاقل الناس، يعني بيتكلم عن العلاج النفسي ده لاقل القليل من الناس، ما بيخضعلوش ال- الا ناس قليله قوي. بس هو بيتكلم في العموم عن فكره الوعي. الوعي بقى اللي بناخده من السوشيال ميديا، ومن الوعي اللي بناخده من الكتب، ومن الفضفضه مع بعض، ومن الدكاتره النفسيين، ومن البودكاست اللي احنا بنتفرج عليه. يعني الغرض بقى من الفيديو بتاعنا ان احنا نعقل الكلام، ناخد من اي حاجة بنسمعها او بنقراها اللي يناسبنا، اللي يخلي حياتنا افضل. ما نجريش ورا اي ترند ونركبه والسلام. ما نخربش بيوتنا ونقول اصل هو ده فني بالحياة ومش، وانا لازم اتحب بدون شروط. لا، انت لازم تعملي وانا لازم اعمل عشان احنا الاتنين نحب بعض. انت لازم تشوفي واجباتك وتعمليها بمنتهى الرحمة وبمنتهى الود وبمنتهى الحب، وانا كمان اشوف حقوقك واعملها طبعا وواجباتي، وابدا اشتغل عليها و... وتبقى انت قاعده مرضيه بالطريقه اللي تناسبك كأنثى، وانا كمان اشوف ان انا في عينيكي مرضي، وان انا متقدر، وان انا مهتم، مودة ورحمة. لكن هتقولي انا اتحب بدون شروط وافضل قاعده كده واتحب عادي، وانا قاعد واتحب عادي وما تعملش واحس ان انا كنت بطلب ان انا مثلا اشتغلت عشان حاجه معينه اصلا في الاصل هي ما ينفعش، او كان سبب شغلي مثلا انا محتاج نظره رضا من الاخرين، فارجع اسيب الشغل عشان خلاص انا خفيت من فكره ان انا عايز اهتمام. طب ما ده في الاول وفي الاخر اكل عيش. يعني لو هنتكلم بالشكل العادي خالص الطبيعي خالص، مش كل الكلام ينفع لكل الناس، ومش كل حد سمع حاجة او قرا حاجة او قابلها في طريق حياته
تنفع لك. يعني شوف اللي على مقاسك وشوف وزنتك واعملها. يعني لان بقينا بنشوف مصايب كتير، وبقينا بنشوف بيوت بتخرب وناس بتسيب اشغالها عشان اسباب مش راكبة على الشخص ده. فبس ده كان تعليقي على الفصل ده. انا مكمل قرايه في الكتاب. لو استفدتم حاجه ابعتولي، قولولي حلو المحتوى كمل. آه، ما ومستني تفاعلكم مع الفيديو. انا طولت شويه بس والله موضوع مهم.